أهلا وسهلا فيكم بقناتي قناة فتوش كيتشن. وصفتنا اليوم راح تكون كعك الأساور الفلسطيني. قبل ما نشوف طريقة العمل ياريت لو كنتوا أول مرة بتشوفوا قناتي إنكم تعملوا اشتراك للقناة ليوصلكم كل جديد، ولا تنسوا تدعموا الفيديو بلايك. يلا مع بعض نشوف طريقة التحضير. أول شي راح أحتاج كيلو من الطحين، راح أضيف عليه كوب من سميد الفرخة، طبعا سميد ناعم جدا، وكل المقادير راح أعيرها بنفس الكوب. راح أضيف نص كوب من الحليب البودرة، 3 معالق كبار من السمسم المحمص، معلقة كبيرة من حبة البركة، 3 معالق كبار من السكر البودرة، 3 معالق كبار من الشومر واليانسون المطحونين، وربع معلقة صغيرة من الخميرة. وهلأ راح أحرك المكونات الجافة مع بعض. بعد هيك راح أضيف كوب من زيت الزيتون وكوب من السمنة، وهلأ راح أبس الطحين بشكل جيد جدا لحتى أحس كل الطحين اتغلف من زيت الزيتون والسمنة. بعد هيك راح أعجن بمية اليانسون وبضيفها بالتدريج، وبنعجن بهاي الطريقة بطريقة اللم، ما نعجن بقوة لحتى ما يطلع عنا الكعك قاسي. وطبعا احتاجت معاي كوب وربع من مية اليانسون. وهيك عندي قوام العجينة لازم يكون كيف ما شكلتوها، لازم ما يظهر عندكم أي تشققات، وإذا ظهر تشققات بتكون بحاجة سوائل. طبعا بغطيها وبتركها ترتاح مدة نص ساعة قبل ما أشتغل فيها. بهاي المرحلة راح نبلش نجهز لحشوة التمر. راح أضيف عليها معلقتين كبار من الشومر واليانسون المطحونين، معلقة صغيرة من القرفة، ومعلقتين كبار من السمنة، وأخلطهم مع بعض كتير منيح. هلأ راح نبلش نشكل الكعك، راح نشكله بهاي الطريقة. وهون ضفت حشوة التمر، ونسكره كتير منيح بعد ما نضيف حشوة التمر ونشكله على شكل إسوارة. بعد هيك بدخله الفرن محمى مسبقا على درجة حرارة 200. أول ما يتحمر عندي من تحت بحمر وجهه من فوق. وهيك جهز عندي أطيب كعك أساور. بتمنى طريقتي في عمله إنها تكون نالت إعجابكم، وصحتين وألف عافية.